بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مجددا في مطبخ أسماء. اليوم جبت لكم تورته السلق لمحبي السبانخ. عندنا هنايا 400 غرام من السبانخ، كنت نقيته وقطعته، والسبانخ لازم تنقوه مليح. عندنا هنايا 3 بيضات، واحده للطلي، 3 بيضات وبياض بيضاء وصفار نطلب به العجينه. عندنا حبه بصل غابي سكرفجه متوسطه، حبه بصل كيما هذه متوسطه سكرفجتها. عندنا هنايا 100 غرام جبن ابيض. هالوصفه فيها 100 غرام جبن مرحي، مع مش متوفر معايا درت انا الجبن الابيض. اللي عندها الجبن المبشور دير. هنايا عندنا صفار بيضاء باش نحولها الزنخه، درت لها قليل من القهوه سريعه الذوبان. عندنا هنايا قليل من الفلفل الاسود وقليل من الملح، خاطر السبانخ غنيه بالاملاح المعدنيه، ما نكثروش الجبن مالح، نديروا اون بانسيت سال قرصه. بالنسبه للعجينه عندنا هنا 250 غرام فرينه، 250 غرام طحين، عندنا 3 ملاعق زيت، 3 ملاعق اكل زيت، وعندنا هنايا 50 غرام زبده، وعندنا هنايا ملح، قليل من الملح. هنا انا كنت سبقت وحضرت العجينه وبالنسبه للعجينه نديروا كاع المكونات، نخلطوها ب5 ملاعق ماء دافي، نلموها ب5 ملاعق ماء دافي. عندنا 75 ملي. انا هنا كنت سبقت وحضرت العجينه، خليتها تحت 20 دقيقه، حليتها بالحلال، قسمتها على 2، درتها في الصينيه وثقبتها بالفرشاه بالشوكه، عفوا ماشي في الشوكه. ونبداو على بركه الله، نبداو في تحضير السلق. وعندنا زيت زيتون، 3 ملعقتين من زيت زيتون. نضيفوا له قلو البصل، كنت سخنت المقلاة من قبل. نخلوه يتقلى، مدة 3 دقائق، نلتقي فيما بعد. من بعد اللي تقلى هنا عندنا نضيفوا له 400 غرام من السلق، ونخلوه مدة 10 دقائق يدبال معنا ويتقلى مع البصل، ونلتقي من بعد 10 دقائق نشوفوه كيف نزل معنا. بعد اللي جلست 10 دقائق نضيفوا له الفلفل الاسود والملح والجبن، نخلط.
نضيف له البيض. استنى 3 بيضات وبياض بيضة ضربته. نلتقي حتى يجهز معنا الخليط ويبرد ونديروه في العجينه. نلتقي فيما بعد. بعد اللي طاب وضفته البيض والجبن، ضفته فوق العجينه ونغلقوا العجينه الثانيه. ندير الثقب هنايا باش نتفاداو ندير في الوسط غرف الالمنيوم. وندهن بالصفار بيضاء اللي كنت خلطتها مع قهوه سريعه الذوبان باش تقلنا عندنا زنخه البيض. رائحه البيض تجي متجنسه، انا ما نحبهاش. ندخلوها الفرن. كنا من قبل سخناه على درجه 180 مده تتراوح ما بين 25 حتى تشوفوها طابت وحمارت. نزعوها ونديرها هنا بذور الكتان او السمسم اللي عندك. نلتقي فيما بعد. ندخلوها الفرن. نلتقي في صحن الطقم. هاو الشكل النهائي من بعد اللي طابت. جلست 25 دقيقة. هذا اللون البيض. نلتقي فيما بعد في صحن التقديم. قطعها ونوريها لكم. بعد اللي قطعتها هو الشكل النهائي. تجي لذيذة وروعة. قطعتها الشكل مثلثات. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولا تنسوني بدعوات الخير. الى اللقاء في الملتقى ان شاء الله.